السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجنا من خير الطبيعة. النهاردة وصفتنا جديدة بخصوص الشعر. طبعا احنا في فصل الشتاء بنعاني من جفاف الشعر، وتلاقي الشعرية بقت ناشفة، ما بقتش فيها رطوبة. فكل ده طبعا احنا عارفين ان هو من عوامل الجو. فالنهاردة عاملة لكم ماسك كله طبعا حاجات طبيعية، مكوناته حاجات طبيعية، متكون من 3 حاجات. اول حاجة هنجيب علبة زبادي بلدي، تكون علبة زبادي بلدي، ما تكونش زبادي مش بلدي. طبعا انا بفضل الزبادي البلدي عشان بتكون يعني انا ببقى مرتاحة لما بستعمل حاجة طبيعية. فهنجيب علبة زبادي طبعا بلدي زي ما احنا قلنا. بعد كده هنجيب حاجة اسمها بذور الكتان، وطبعا احنا عملنا قبل كده ماسك بذور الكتان للشعر لو نفتكر، لو نرجع لحلقاتنا. فاحنا طبعا عارفين فوائد بذور الكتان للشعر، ان هي طبعا مفيدة جدا. طبعا اولا فيها نسبة عالية في الالياف، ومفيدة جدا بذور الكتان طبعا، يعني مهما اقول عليها فهي معروفة طبعا بالنسبة للشعر. فالماسك بتاعنا النهارده يبقى متكون من زبادي بلدي، وتاني حاجة بذور الكتان. طبعا دي بعد ما اتعملت طبعا يعني تحطي معلقتين على كوباية مية وتسيبيهم على النار لغاية ما تغلي، يبقى القوام تحسي ان هو مش زي المية، مثلا في نسبة كده بقى عامل زي الجل. فتقومي طافية عليها، وبعد كده تستنيها تبرد، وبعد كده نقوم مصفيينها طبعا من بذور الكتان، هنستخلص منها الجل ده. تالت حاجة عسل، عسل ابيض. طبعا لازم تكوني جايباه ومتاكده ان هو عسل ابيض طبيعي. بعد كده هنعمل ايه؟ اول حاجه خطوات الوصفه بالظبط. رقم 1 ان احنا بعد ما صفينا بذور الكتان وخدنا الجل بتاعها هنحطه في الخلاط، وبعد كده هنمسك علبه الزبادي وهنحطها في الخلاط. طبعا الزبادي معروف ان هو بيرطب، احنا بنستخدمه طبعا على البشره، طبعا مرطب حلو جدا للشعر الزبادي، وطبعا مع بذور كتان. فدي حاجه كويسه جدا، هتدي ترطيب طبعا مرتين في الاسبوع، هتدي ترطيب كويس للشعر، والشعر هيستفاد طبعا من الفوائد اللي فيه. بعد كده هنحط 3 معالق عسل. اوكي، 3 معالق عسل. بعد كده هنقوم فاتحين الخلاط وضاربين ال3 حاجات دول، تضربيه كويس جدا عشان الزبادي يكون سايل خالص ويندمج مع بذور الكتان، الجل بتاع بذور الكتان. فانا مش عايزه الزبادي يكون مثلا في حتت صغننه كده عشان ما تتمسكش في الشعر لما بتعملي الماسك، عشان ما تعانيش وانت بتغسلي شعرك. بعد كده عملنا ضربناهم ال3 مع بعض في الخلاط. بعد كده هنقوم حاطينهم في الطبق بتاعنا اللي بنستخدمه، طبعا بنحط فيه ماسكات شعرنا وكده. فهنحط ال3 حاجات دول بعد ما نضربوا مع بعض واتعملوا ميكس، هنقوم حاطينهم في الطبق اللي هنستخدمه. بقى اهم حاجه واهم خطوه ان احنا بعد كده قبل يعني نغسل شعرنا الاول، لازم نكون غاسلين شعرنا طبعا باي شامبو طبعا، بس ما اتمنى ان ما يكونش فيه كيميكال، يبقى شامبو مثلا ما يكونش فيه برضو صوديوم، شامبو يكون من اعشاب طبيعيه، شامبو طبيعي او شامبو طبي تجيبيه من الصيدليه. وطبعا احنا عارفين ان الشامبو الطبي في ناس هتقولك ان هو بينشف الشعر، ماشي، بس طبعا هو ده بيفضل علشان ما فيهوش ماده الصوديوم اللي بتبوظ الشعر، فاللي طبعا بتعمل بعد كده تساقط للشعر. فاحنا هنستخدم شامبو طبي او شامبو بالاعشاب. نغسل شعرنا كويس قوي، بعد كده ننشف شعرنا. بعد ما ننشف شعرنا في فوطه قطن، انا ما رجحش ان وما تنشفيهوش جامد، لا، تطبطبي كده عليه، تطبطبي كده على الشعر، تطبطبي كده بالفوطه وتسيبي شعرك في الهواء، ما تكتمهوش بالفوطه، تسيبيه في الهواء بحيث ان هو يبقى مندي كده، يبقى ياخد الرطوبه من الميه، مش ننشف الميه. لان على فكره اكتر اخطاء احنا بنقع فيها يا جماعه لما بنخرج من الحمام نمسك الفوطه وننشف 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 كده وننشف، كل ده مش حلو خالص، بيسبب بعد كده هيشان الشعر وتقصف الشعر، فبيدخلنا في مشاكل في بعد كده. فاحنا هنجيب فوطه قطن، هننشف بالطبطبه، هنطبطب على شعرنا كويس جدا. وبعد ما نطبطب على شعرنا ونسيبه في الهواء، بعد كده هنعمل ايه؟ اخدنا ال3 الميكس مع بعض، ضربناهم في الخلاط بقى وعملناهم في الطبق. هنقوم ده شكله بعد ما اتعمل بيبقى بالشكل ده. طبعا ده 3 حاجات مع بعض، طبعا هتحسي ان هو مش ميه قوي ولا جل قوي، طبعا لان طبعا انتوا عارفين ان الزبادي بيكون فيه نسبه ميه، وغير كده الزبادي طبعا بيبقى خفيف،
كده بعد ما تضربه ولا في اي كتل، عشان ما يبقاش مكلكع في شعرنا او حاجه ما نعرفش نغسله فيه ونتعب فيه. يبقى كده طريقه الغسل بتاعت الشعر هتبقى سهله جدا على فكره، هتبقى طريقه يعني هتبقى سهله خالص يعني بالشكل ده. طبعا احنا بعد ما غسلنا شعرنا وسيبناه ان هو يبقى منجي كده، بعد كده البصيله بتكون طبعا ما فيش فيها اي اتربه، ما فيش فيها اي دهون، فهنقوم بقى مطبقين الماسك ده على شعرنا. تحطي من الفروه فوق وتبداي تدلكي، لان لازم الماسك يكون في الفروه عند البصيلات، لان الشعر بيتغذى من هنا، احنا بنغذي البصيله، بنغذي شعرنا. طبعا ده ماسك ترطيب، فاحنا برضو هندي، طبعا احنا عارفين ان جذور الكتان فيها فيتامينات، طبعا هيستفاد منها جذور الشعر. وفي نفس الوقت في الاخر خالص بعد ما تكوني دلكتي بحركه دائريه في بالشكل ده كده في فروه الراس بالشكل ده، وتحطي برضو وتعملي بالشكل ده، وبعد كده تقومي ماسكه في الاخر خالص اطراف الشعر وتعمليها بالماسك كله، وبعد كده تقومي حاطه شعرك، ما تعملهوش كحكه، لا حطيه كده في اي بونيه من عندك، بونيه بلاستيك بقى، تحطيه وتقفلي عليه وتسيبيه بقى مع الشعر يشرب، تسيبيه لمده ساعتين. بعد الساعتين تقومي فكه البونيه وتقعدي عادي وتبقي عامله شعرك كحكه، وتقعدي لغايه ما الهواء تحسي ان الشعر نشف خلاص، فتقومي داخله وغاسله شعرك بميه فتره خالص، مفيش اي حاجه. وبرده زي ما اتعودنا ان احنا هنطبطب على الشعر عادي. تقولي طب ممكن اغسل شعري بعد الماسك بشامبو، ممكن ندعه بسيط تخففيها بميه، يعني ندعه بسيطه، هتحطي ندعه شامبو بسيطه خالص نقطه كده، وهنحطها في كوبايه ميه على حبه ميه صغيرين تخففي الشامبو، وبعد كده تقومي غاسله بيه بعد الماسك شعرنا عادي. وبكده خلصنا النهارده حلقتنا، وان شاء الله الحلقه الجايه في وصفه جديده.